تمكين المرأة في المتوسط رؤية تونسية، الإمضاء لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ناجح المساوي رئيس مدير عام لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، علاش جربة وعلاش اخترتوا الموضوع هذا؟ نعم، بالفعل جربة اختيارها كان أولا لسبب أول، هو أنها فضاء وأرض للقاء وللحوار وللتسامح والتعايش السلمي بين الديانات. ثم أن في تقاليد الرابطة المتوسطية لوكالة الأنباء هو أن عادة الاجتماعات تعقد خارج العواصم، فاخترنا جربة وهي التي نجحت في تأمين قمة الفرنكوفونية بكل تميز. اخترناها لعقد هذا المؤتمر الهام الذي يطرح موضوع مهم جدا، وهو تمكين المرأة برؤية تونسية ما هي تجربة تونس في هذا المجال. ثم استمعنا إلى تجارب الدول المتوسطية في مجال موقع المرأة وكذلك إسهامها في الحياة السياسية والاقتصادية. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، غدا تونس ستسلم رئاسة الرابطة المتوسطية لوكالة الأنباء، وإن شاء الله تكون فترة جديدة من عمل هذه الرابطة ببرامج أخرى للتدريب للتكوين للتبادل، وأيضا للعمل المشترك من أجل الصحفيين ومن أجل العاملين عموما في وكالة الأنباء في المتوسط. سيد ناجح، أيضا أنجوان لوتيل الإغراب، الرحلات السياحية لاكتشاف ما تسخر به هذه الجزيرة الحالمة جربة. فعلا هناك اليوم رحلة سياحية للمشاركين من 19 من وكالة أنباء متوسطية من الوفود، باش يشوفوا جربة، باش يطلعوا على الفضاءات السياحية، باش يطلعوا على معالم التراث والحضارة الجربية. جزيرة الأحلام هي جزيرة يعني تعطي مؤشرات جميلة جدا على أنها جميلة هادئة، جميلة ساحرة، وأيضا جميلة آمنة من كل المخاطر. هم سعداء جدا بهذه الزيارة حسب حديثي معهم جميعا، ومتشوقون إلى معرفة خفايا هذه الجزيرة وأسرارها. شكرا لكم.